أزول في الهون. السلام عليكم. بونجو. معكم رشيد الراخة، رئيس تجمع العالمي الأمازيغي. رشيد الراخة أمغار نقرا ولا مظلان أمازيغ. هذه المرة على هذا الموضوع ديال الديمقراطية. كنت درت محاضرات عليهم بالمناسبة بعد اليوم العالمي للديمقراطية شي جوج مرات باللغة الفرنسية، وهذه المرة غادي نديرها بالدارجة اللي أنا كنحسبها من لهجة ديال اللغة الأمازيغية مشتركة مع نقولوا العربية دياليكتا. اللي بغيت نقول لكم في الانترودكسيون بان هذا اليوم العالمي للديمقراطيه، اذا شفتوا بان حتى شي حزب مغربي ولا شي حزب جزائري ولا شي حزب تونسي ولا شي حزب ليبي ولا شي حزب موريتاني، كاع هاد الاحزاب ولا التنظيمات السياسيه اللي عندنا في شمال افريقيا سكتوا عليه. وهذا الشيء ماشي من مصلحة ديال سكان شمال افريقيا يكون هذا السكوت على واحد اليوم عالمي اللي متخصص على القضية الديمقراطية. وانتم عارفين بان الديمقراطية عليها اللي كتحرك الشعوب عبر التاريخ وديما كيدافعوا عليها. هاد الايامات كانت كنهضر مع امغار ديالنا في موريتانيا على حسب الطوارق. الرئيس المنتدب لطوارق مالي وساكن في نواكشوط، امغار حنا اج محمود، قال لي رشيد خص الواحد في الحركه الامازيغيه يبقاو يديروا الانشطه باش يجبدوا القضايا ديال الجهويه، القضايا ديال الحقوق والقضيه ديال الديمقراطيه. وانا قلت له في هذا الوقيته اللي كنعيشوا كنكونوا بحال بومباردي، زعما ديما ملاهين غير كنشوفوا حوايج في تيك توك. هذاك الشيء فيه الناس كيدوز فيها غير الوقت، ولكن اكثر في المواقع التواصل الاجتماعي ودي فيديو وهذا الشيء اللي كنقولوا لهم شي مرات الذبابه الالكترونيه بحال وجهوا لوبينيون بوبليك واحد الصراع مصطنع بين شعوب شمال افريقيا باش يتحدوا كيديروا الحدود، وخلقوا بحال الذبابه نقولوا الالكترونيه ديال الجزائر مع الذبابه الالكترونيه ديال المغرب، خلقوا واحد الحدود كنقولوا ليه سامبوليك رمزي اكثر من هذاك الحدود زعما ديال الشباك اللي كاين على هذاك الحدود. وكان شي حوايج زعما ديما كتجمعوهم هاد الشعوب، رجعوهم بهم صراعات، اما على السكسو اللي هو طبخ امازيغي بامتياز، ولا الطاجين ولا القفطان ولا هذاك الزليج كاع اللي الامازيغ طوروه لا عندهم في شمال افريقيا وداوه كتراث معماري في اسبانيا على حساب 8 قرون اللي كانوا تماك. ودخلنا في واحد الصراع بان خلقنا واحد الصراع بين الوطن لاباتري ديال واحد الحدود ديال الدول ديالنا اللي خدوا الاستقلالات اخيرا، وكنساو واحد التاريخ مشترك اللي عنده ماشي الوفات ديال السنين ولا كيرجع من نقولوا الى ما قبل التاريخ، لابريستوار، كيف جبرنا الانسان الذرار يغوض اللي هو الجد ديالنا الانسانيه والجد ديال نقولوا جميع البشريه.
وعندنا عاود خصنا نفتخروا به الانسان ديال غفزه في ليبيا باردون في تونس، في قفصه ديال تونس، اللي هو من اكبر الجدد اللي عندنا ديال اللي خلق الحضاره الامازيغيه اللي كانت موجوده في شمال افريقيا كامله. والابحاث في الاخر كيبان بان تخلقات هذه الحضاره الامازيغيه في الصحراء الكبرى اللي مشات من الصحراء ديال المغرب حتى الصحراء ديال ليبيا، ومنها عطات الحضاره الفرعونيه، الحضاره ديال نقولوا الحوض البحري الابيض المتوسط اكثر، هو حضارات اللي وقعوا في جنوب اوروبا في الجزر بحال السيزيل ولا لا ساردين كورسيكا ولا الجزيره الإيبيرية. اللي كاين نرجعوا لهذا الموضوع ديال الامازيغيه في هذا الدخول السياسي، نقولوا اكثر هنا في المغرب نقولوا الدخول السياسي دخل بالاستجواب الرئيس الحكومه باس عزيز اخنوش، واللي تفاجأنا بان حاوروه جوج صحفيين امازيغ، لا القناه الاولى لا القناه الثانيه، وما جبدوليش بتاتا يسولوه على القضيه الامازيغيه، على الشؤون واش دارت الحكومه في الملف الامازيغي، وجبدوا على حسب هذه السنه اللي بقات ليهم في الحكومه وشنو الاوراش الكبرى. جبد بان يكملوا بيان سور الاوراش الاجتماعيه والاوراش ديال البنيه التحتيه، بزاف حوايج بحال الورش الامازيغي غير زعما اساسي، زعما بحال قضيه ثانويه. وهنا الاساس ديال هذه المحاضره وباش الاخوان توعوا، اذا نتوما زعما مناضلين كتشدوا وكلشي كتقولوا كتدافعوا على الديمقراطيه، تشدوا فيها وتدافعوا اكثر، وخصكم تعرفوا عليها عاود على وشنو هي الديمقراطيه، منين جات، شكون اللي بناها، التاريخ ديالها. وهنا حنايا حقا كحركه ثقافيه الامازيغيه سلميا درنا نضالات لا يتصور، ابتداء نقولوا من اول جمعيه امازيغيه في المغرب 1967، ودزنا على تفسد الامازيغ الربيع الامازيغي في الجزائر، ومن بعد مع البيان محمد شفيق وطال وصلنا بان الدوله المغربيه تعترف باللغه الامازيغيه في الدستور ديالها، وهذا الشيء شي حاجه جد مهم. ورجعت المغرب اول دوله في شمال افريقيا ولا في تمازها باش تعترف رسميا باللغه الامازيغيه، حاجه اللي ما داروهاش لا المرابطين لا الموحدين لا المارينيين لا الغطاسيين لا السعديين لا النوميديين، شحال ديال الممالك ولي ديناستي الامازيغيه اللي عرفت هاد القاره ديال تمازغه ما اعترفوش باللغه ولا يدافعوا عليها. وكانوا الامازيغ حكمت 8 قرون في اسبانيا وعمر ما دافعوا عليها ولا يكتبوها ولا يطوروها، وكانوا كيطوروا غير اللغه العربيه. كان الهم ديالهم يمكن في هذيك الوقيته هو نشر الاسلام لحق جاب اللغه العربيه، عطوا الاهميه بزاف اللغه العربيه ونساو باللغات ديال الاجداد ديالهم ولا اللغه اصليه ديال شمال افريقيا اللي عاد حيه. وهذا الشيء اللي ما جبدوش كاع رئيس الحكومه شي سؤال على الامازيغيه، وهذه المره الثانيه كيديروا معاه استجواب في التلفازات العموميه، واستثنوا مع الاسف التلفازه الامازيغيه من هذا الحوار. بحال القضيه الامازيغيه ماشي ورش
جد مهم لهاد الحكومه اللي كتسيرها ثلاثه الاحزاب. وعدونا يديروا بزاف زعما سورتو في تفعيل القانون التنظيمي للامازيغيه، وكنجبروا بان الضرائب ديالنا، بالضرائب اللي كيعطيو باش نقولوا المدخولات ديال الامازيغ ولا مغاربه اللي كاين في الخارج اللي كيساهموا في هذا الناتج الداخلي الاجمالي ديال المغرب، كنشوفوا السرقجع ولا السلطات المعنيه، نجمع مع حتى الوزارات ديال الرياضه ولا البلديه، الجهه ديال الرباط، كاع اللي ساهموا في الانشاء هذا الاستاد ديال مولاي عبد الله، وحتى الاستاد الاخرين في المدن الاخرين بحال طنجه ولا مراكش، ما داروا حتى شي علامات باللغه الامازيغيه، بحال ما كايناش، بحال ماشي رسميه. وكنشوفوا عاود بان هذه ديال السكه الحديديه خسروا شي 5 مليار سنتيم على المحطه ديال تازا، هي مكتوبه بالعربيه وتحت ديالها الفرنسيه، بحال امازيغيه ما كايناش، ماشي رسميه في هذه البلاد. ولكن الحاجه اللي هي خطيره اللي بغيت نجبد لكم باش تعرفوا الاهميه ديال الامازيغيه، وفي الخطاب صاحب الجلاله قالها في عيد العرش الاخير، بان قال لك حنايا ما بغيناش المغرب يمشي بسرعتين، وحتى حنايا حتى شي واحد ما بغاهاش، وكثر اللي هو ديمقراطي، اللي هو وطني، اللي عنده شنو نقولوا بان كيدافع على لو بيانات سوسيال ديال جميع المواطنين ديال الدول ديالنا وفي شمال افريقيا. ما بغيناش في كل دوله تكون عنده تنميه بسرعتين. وشنو هو اللي خطير اللي جا؟ هو التقرير اللي جات المندوبيه الساميه للتخطيط على حساب الجهات اللي كتعرفوا بيان سور هما 12 في المغرب، وعطات لينا واحد الارقام اللي كيجسد مع الاسف اللي كيجسد وشنو خلاتنا ولا اللي كانت كدير الاستعمار الفرنسي، والفرنسي اللي هو المغرب النافع والمغرب غير النافع. فوق كنشوفوا بان الناتج الداخلي الاجمالي بحال في الجهات ديال كازا اللي هنا الزرقاء دخلت 32.20%. الجهات الرباط اللي فوقها جايه ثانيه دخلت 15.70. الجهات طنجة شوف داخله نقولوا تطوان وطنجة غير الحسيمه محسوبه هي معزله شويه في العالم القروي، واخا هذه الجهه عطات 10/60. وجهه طنجة مع اسفي والصويره عطات لنا 8.50. فوق كنديروا المجموع كنجبروا بان 4 الجهات على 12 خلقوا واحد الناتج الداخلي الاجمالي، واحد بيك ديال 67%، قول 70%، و30% خلقتهم غير هذوك نقولوا 12 ناقص 4 8 ديال الجهات اللي بقاو. هنا كنشوفوا بان كاين جهات بجوج سرعتين، الجهات اللي جايه على لاتلونتيك ماشيه جمعت كاع زعما نقولوا لي ريشيس ثروات ديال المغرب، والاخرين يدابزوا مع الهوامش. وهذا الشيء زعما حنايا كنشوفوه نورمال. ينوضوا الناس ديال ايت بوكباس، الناس ديال الحوز ولا المناطق اللي ضربوهم الزلزال والمناطق ديال الجنوب الشرقي، ومازال غادي ينوضوا مع هذه الحملات الانتخابيه اللي جايين في الطريق. لاحقين كنجبروا هذه الخريطه بحال اللي كنقول لكم بان لو ماروكا بوفون
كيتمشى بالسرعه الاولى بتي جي في، فهمتي ولا لا؟ وهاد المناطق الامازيغوفونيه كيتمشاو بالتران ديال الوقت ديال الاستعمار بشويه عليه يجبر كيفاش يتمشى. وحتى في لي زانفراستركتور فين كنفكروا غير تيجي فين نجيبوه من طنجه يدوز لمراكش، من مراكش كنفكروه بعدا مزيان لاكادير على يفتح شويه على الجهات سوس، ولكن ما كنفكروش شي تيجي فيه يمشي في جهه الشرق، ولا شي تيجي فيه يمشي في جهه جنوب الشرقي. هي هنا فين جايه باش نجبد لكم هذه القضيه جد مهمه ديال الديمقراطيه، وخصنا ندافعوا عليه باش ما يوقعش ما بقاوش بهذا المغرب ولا هذه التمازغه بسرعتين، لان المناطق الربوفونيه فيها الاستثمارات، تطور الشبكه ديال نقولوا الاقتصاد ديال الشركات وكنهمشوا المناطق امازيغوفونيه. وفي هذا اليوم العالمي للديمقراطيه نبدا لكم بان في هذه المقررات المدرسيه اللي عندنا في المغرب لا في العالم، ولكن حتى في المغرب واحد الاخ دار توت اون ايتود كيسو كو لا ديموكراسي ديال مهدي المجذوبي بور اون بون ابليكاسيون. وحتى هو طاح في الفخ بان كيقول لك الديمقراطيه كيف كيوريوها لنا حتى الزوروبيان بدات في 800 سنه قبل المسيح، وكانت مجسده في مدينه اثين. باش تعرفوا كانوا كيتجمعوا في زعما الناس ديال المدينه، سورتو الممثلين ديال المدينه، هذاك لو فورم اللي كيسميوه اغورا. وهذيك اغورا هي جات من اسم اغرا، ولكن اللي كننساو بان هذيك اغورا ولا هذيك تجمعت هذيك الديمقراطيه الاولى ديال المدن اللي كيمثلوا المدينه وكياخذوا زعما كيديروا القوانين، كيسيروا بها المدينه، واذا كاين حالات الحرب واشنو يوجهوا، كيفاش يجمعوا الضرائب وكل شيء. سبقت ليها قرطاج، وقرطاج حقا حتى في المقررات المدرسيه ديال دابا الشماليه الافريقيه خصهم يتبدلوا كاملين. وعلى شنو كنقولوا قرطاج؟ بان بناتها إليزا ديدون اللي هي هربت من تير من نقولوا لبنان، خدت فلوس ديال عمها وطال، وبهذيك فلوس خلقت بها زعما هاد قرطاج. ولكن هي جات غير في واحد الباطو. قرطاج راه مدينه خصها الناس بزاف اللي ساهموا فيها باش يبنيو، باش يسكنوها، باش يسيروها، باش يديروا الفلاحه، يعطيو الماكله الساكنه ديالها. وشكون هادو؟ هادوك هما امازيغ الناس ديال البلاد. وعلاش سهلت عليها قرطاج بان تكون قبل اثين باش دير الديمقراطيه، واحد السيستم ديال اغورا، وكتعرفوه هو هذاك اللي كنسموهم لي تياتر رومان، بحال هنا عندنا في الرباط، كاينه في شاله، في ليكسوس القوه، في وليلي، هذوك مدن رومانيا ولا كنا كنحسبوهم قبل راه مدن ديال الفينيقيين. ولكن على حسب الاكتشافات الاخيره الاركيولوجيه، وسيوس بوكبوط عطانا واحد المثال ودافع عليه بزاف في المواقع الاجتماعيه، بان الفينيقيين جاو لقاو المدن واجدين بناوهم
الامازيغ، بناوهم الامازيغ. وقبل ما ندخل لكم في ان بو في لا كيستيون ديال الديمقراطيه، ديما كنعطيو ليها هاد السامبول، هذا الرمز ديال لاستاتيو ديال الحريه اللي كاينه في نيويورك، وبزاف كيشبهوها هاد الحلي اللي كيديروا النساء ديال الامازيغيات. وحقا الفكره اللي دار هاد التمثال ديال الحريه وهو فرنسي، وعطاه كهديه الولايات المتحده بمناسبه 100 سنه من الاستقلال ديالهم، اسمه ادوار لوفيبيو. وهذا الادوار لوفيبيو كانت عنده الفضل، مشى لمصر وشاف هذوك الاهرامات ولا هذوك لي فيغور ديال الفراعنه، جات ليه هذيك الفكره زعما يدير شي سكولتور بهذاك الحجم كبير. وفي الاخر لقى واحد امراه جميله بزاف فرنسيه اسمها ايزابيلا اللي رسمها ودار ليها هاد التاج. وهاد التاج كيقولها هو راه خدها، هو كان كيحسب ليه امراه زعما عربيه، يمكن شافها ما عرفت، يمكن في سيوا ولا في صور ديال العيالات ديال شمال افريقيا، ولكن في الحقيقه هي من المراه الامازيغيه. هذا نقول معلمه امازيغيه اللي كتعطي وكنفتخروا بها بان النساء امازيغيات عاد محتفظين بها. وكاين واحد الصوره جد عجيبه وانتشرت في فيسبوك بزاف ديال فاطمه طبع عمرات لابسه به، ودابا بزاف ديال العيالات لابسين فيها. دابا هادشي اللي كنقول لكم بان الفرنسيس كيعطيو واحد الهديه اللي ترمز القضيه ديال الديمقراطيه، وعطاتها نقولوا الامريكان باش زعما بواحد حاجه راح كيفتخروا هما بان هما الاولين اللي دافعوا على الديمقراطيه في العالم، مع لا ريفولوسيون الفرنسيز اللي وقعت 1789 وفين داروا هذيك لا ديكلاراسيون دي دروا دو سيتويان، فين كيقولوا جميع المواطنين زعما خص يكون عندهم حقوق بحال. وفي 1948 غير مع ملي كملت الحرب العالميه الثانيه، كاع الدول تجمعوا في الامم المتحده وصدقوا على لا ديكلاراسيون اونيفرسال دي دروا دو لوم. وشنو بغيت نقول لكم؟ بان هاد لا ديكلاراسيون اونيفرسال دي دروا دو لوم، واذا قريتو بحال الارتيكل 18 كيقولها بان يخص نفصلوا السياسه على الدين، وهذا راه صدقوا عليها جميع الدول، ومن بينهم الدول ديالنا ديال شمال افريقيا. هي راجعه هاد لا ريفولوسيون فرونسيز، وراجعه تبقاو حايرين الفكره اللي دار اول ثوره نقولوا ديال المواطنه ديال المساواه بين جميع المواطنين. تبقاو حايرين، هو دارها واحد امازيغي هو كاراكايا. وكاراكايا كان سيزار ديال الامبراطوريه الرومانيه، هو حفيد ديال سيبتيمون سيبل اللي هو امبراطور حتى امازيغي من ليبيا اللي حكم حتى هو لومبير رومان.
وفي 2012 ما بعد ظهور المسيح قال بان علاش هادشي اللي كنقولوا، علاش تكون جوج سرعتين، يكون شي مواطنين كيجروا بواحد السرعه في تي جي في والمواطنين الاخرين بقاو يتمشوا بالاقدام. وهو مشى في هذه الفكره، قال لي في لومبير رومان الامبراطوريه الرومانيه علاش يكونوا فيه المواطنين من الدرجه الاولى كنسميوهم زعما الناس سيفيليزي، الناس المتحضرين، الناس لي سيتويان دوغون، والباقي اللي كتحكم عليهم الامبراطوريه الروما ولا روما كان ناس ديال شمال افريقيا اللي فيه ايمازيغان ولا لوسيبيروس في اسبانيا، لي سيلت، لي فيكينغ في الالباين، كاع هذوك الشعوب ديال اوروبا كيسموهم زعما المواطنين من الدرجه الثانيه وكيسموهم دي باربار. وبتما جات الكلمه ديال لي بيربير لي فرانسيس كيستعملوها ضد الكلمه الحقيقيه ديالنا اللي هو الامازيغ، الانسان الحر، الانسان نوبل، ماشي انسان متوحش. ولكن في هذا كنرجع لكم لهذا الكراكايا، هو اللي يدير شنو هو بان باش يعترف بالحقوق ديال المواطنه بحال في جميع الامبراطوريات، باش الناس كاملين يساهموا في الضرائب. وهذا الشيء اللي كنقولوا بان هاد الدول ديالنا راه جميع المواطنين كيخلصوا الضرائب بطرق زعما ديفيرون. ولكن كاين واحد الفكره هي في المويان ناج اللي جاو الحروب نقولوا ديال الصليبيين ضد المسلمين ضد المسيح بان واحد فكره جد مهمه بان هاد الصراع بين العالم الاسلامي والعالم المسيحي كيديروا الديكتاتوريات، كيفاش كنقولوا مابقاوش كيحترموا الحقوق ديال المواطنين. كاين التهم على العيالات اذا كدير السحر كيحرقوها، وفي العالم الاسلامي اذا كاين تهم على المراه دارت شي خيانه الزوجيه كيرجموها حتى تموت. اللي بغيت نقول لكم بان بان باش الديمقراطيه تمشي للقدام يخص هذيك الفاصل الدينار. وشكون اللي ساهم فيها؟ تبقاو حايرين بان امازيغي هو ابن روز في الوقت ديال الموحدين اللي كانوا كيحكموا في اسبانيا. جات لي هذيك الفكره، ولكن الملك ولا السلطان الموحدين في هذاك الوقت ما عجبلوش هاد الافكار الجداد ديال الفكر الفلسفي الجديد اللي فين كيقول بان الله اذا عطانا واحد العقل راه باش نخدموه، اذا خدمناه كيعطينا زعما نديروا الاجتهاد، والاجتهاد بشحال ما خلينا الدين في بلاص ما ندخلوش في السياسه، كتوقع نقولوا لا جوستيس سوسيال احسن، كيوقع العداله الاجتماعيه احسن من استغلال الدين باش دير جرائم في المواطنين. واللي غريب بان هذا الفكر ديال ابن روز ترجموه لي زوروبيان من اللغه العربيه الى اللاتينيه، ومن اللاتينيه الى اللغات ديالهم، ووصلوا يديروا الثوره نقولوا تكنولوجيك في انجلترا
ومن بعد بسات اوروبا اللي عطات ليها واحد الفرصه نقولوا عسكريه وحربيه كبيره، ومن بعد جات من هذيك الفكره ذات الثوره الصناعيه تقوات وجات استعمرتنا افريقيا كامله، فرقوها بحال نقولوا انكاطو بيناتهم. اللي نرجع عند الفكره هو فوق قلت لكم هاد الموحدين كاين واحد الفكره بان كانوا بحال الشغل ديال داعش، كانوا قاصحين السلطه ديالهم زعما حتى اللي كانوا كيحكموا كمرابطين ما خلاو حد في الحياه من العائله ديال يوسف بن تشفين، وشافوا ميم الاخوان ديالهم اللي كانوا الامازيغ هنا في ديال ليبرغواتا في جهه ديال تمسنا، هذه المنطقه دابا اللي تعربات ديال المحيط، وكانوا كيحكموا شي بعد ديال القرن باش يقضيو عليهم. دخل القبائل بنو هلال بنو معقيل باش يشتتهم يقضي مع هاد المملكه الامازيغيه. ولكن واحد الحاجه اللي بغيت نقول لكم اللي هو جد مهمه وبغيت نرجع ليها القضيه ديال الجهويه، واخا وسط نص ساعه نزيد واحد 10 دقائق فيها في هذه المحاضره، هو بان جميع هذه الامبراطوريات وخرجوا ديكتاتوريات كيحكموا بالسيف، انا لوريجين ديالهم كتجي من قبيله. واش ما بغي نقول لكم بحال المرابطين كانوا حاكمين نقولوا من السنغال الى شمال اسبانيا. بانو مهدي بن طومارت جات ليه الفكره بان هادو راه ما كيطبقوش الاسلام كيف ما ينبغي يكون على حسب الفكره ديالو. جمع قبيله ديالو مصمودين في الاطلس الكبير، جمعوا تجمعت مشاو معاه. هي شكون اللي دار مهدي بن طومارت؟ هو قبيله صوتوا عليه كأمغار رئيس ديال القبيله، وهو دار تحالفات مع شي قبائل وجاو يهاجموا على المرابطين في مراكش ما قدش. وشنو دار؟ مشى كيدور في الجبال. اذا وريتكم دابا الخريطه ديال المغرب، هو انطلق من جبال في الجنوب ديال مراكش. دابا فين عرفتي فين انطلق؟ فين ضرب الزلزال من مسجد تينمن. من هذيك المسجد تينمن ما قدرش يقضي على المرابطين، كانت عاصمه ديالهم مراكش. مشى من جبال لجبال، داز جست دربنات، دوز تماك الجبال القبائل يتلاقى ديال الاطراس المتوسط، ومن بعد قبائل ديال جبال الريف، ومن تماك مشاو معاه في هذيك الحركه. خص الثوره، خص يتبدل، خص العداله الاجتماعيه، خص يتحسن الوضعيه ديال الساكنه، وحتى وصل للرباط اللي دابا كتشوفوه بالصور ديالها. جمع فيها الالوفات ديال العسكر، ومنها عاد هبط بالرباط، عاد هبط على مراكش. وملي شافوا المرابطين هذاك العسكر هذاك الهم بان جمع كاع القبائل استسلموا. واش ما بغيت نقول لكم؟ كاع هاد الامبراطوريات من بعد غادي يجي المارينيين، راه بحال المارينيين عاود بداو بقبائل زلاته في الريف، داروا دي كونفيديراسيون. ولا نعطيكم واحد المثل زعما لو بلو ريسون
اللي عندنا. وهذا الشيء كنرجعوا بزاف زعما ما عنديش الوقت باش نهضر فيهم، يمكن شي محاضره اخرى على حسب ديال لا تيوري ديال ابن خلدون اللي عطات لينا لا تيوري دو لا سيغمونتاريتي ولا الانقساميه العربيه، باش نفهموا مزيان هاد الحركيه كيفاش واحد القبيله وكترجع زعما كتجمع مملكه وشي مرات امبراطوريه. عندكم امبراطوريه ديال الموحدين راه حكموا من المغرب حتى ليبيا وجمعوا معها اسبانيا. والمثل الكويس هو ديال محمد عبد الكريم الخطابي. محمد عبد الكريم الخطابي باش يدير زعما مقاومه ضد الاسبانيول مشى جمع قبيله ديالو هاي تواريغ، داروا اجتماع ديمقراطي وبيه زعما داروه كامغار نينا، وبها بلي كنسموهم لي زيلفوف لي زاليونس بوليتيك اللي مع القبائل ديال تمسامان ايتولي الشك اش تزيل خارطوا معاه نقولوا في هاد المقاومه، وجابوا واحد الدقل اسبانيول لا يتصور اللي جعلهم بان جمعوا كاع القبائل ديال الريف. وشنو بغيت نقول لكم بان هاد الفكره كنرجعوا ديال الجهويه راه كانت عندنا قرون وقرون في التاريخ ديالنا. وهذه الجهويه اللي كنقول لكم غير كيفاش نقول اللي انجوست ما فيهاش المعادله لا تسويه ني ليغاليتي دي شونس، كتخلق لينا لي زينيغاليتي زعما تيريتوريال لي زينيغاليتي بيان سور سوسيو ايكونوميك بين الجهات. هما كانوا صفور ديال كونفدراليه ديال القبائل. وهذه الجهويه ولات جاو هرسوا هذاك الارث التاريخي ديال القبائل اللي كنا نقدروا بهم نديروا جهات اداريه تاريخيه اللي تساهم في التنميه ديال البلاد وتهرس هذه الفكره ديال المغرب بسرعتين. ونعطيكم غير مثال سهل. ها عندكم منطقه الريف كنجبروا الناس ديال اقليم الناظور و إزناسن ديال في اقليم وجده داروهم مع الجهات الشرق. ايت وريغار الكونفدراليه ديال السنهاجه السراير القبائل غماره في الشاوان ومن القبائل اللي بناو طنجه في داروهم مع جهه طنجه تطوان الحسيمه. والقبيله جد مهمه اللي لعبت دور اساسي في الاستقلال ديال المغرب الكونفدراليه إكزناين داروها مع الجهات فاس. سافيدي واحد المنطقه اللي عندها خصوصيات ثقافيه لغويه اقتصاديه وتاريخيه وجغرافيه فرقوها على ثلاثه. وهذاك الشيء كنجبرو حتى في ماشي غير على المنطقه نقولوا الريف، راه ديما هي غبال، ديما هي زعما كيديروا عليها اتهامات بان انفصاليه. ولا ناخذوا واحد المنطقه اللي ديما كنقولوا عليها زعما مع المخزن ديما مع الاستعمار الفرنسي ديما طال، ولكن فيه الناس ديال المقاومين كبار ووجهوا المقاومه. ناخذوا هذه المنطقه ديال الموين اطلس اللي كان فيه عندي باردون حمر الزياني. وكنجبروا بان حدا الرباط كونفدراسيون الزمور داروها مع المنطقه ديال الرباط قنيطره وطال
القبائل زايان ولا ديال بولبان منطقة الطال مع جهة فاس مكناس، والناس ديال تنسيت ولا الجنوب الشرقي ولا الجهتي بين غير في قرسيف وين رجعوهم نقولوا لقطة الحاج باردون جيت رجعوهم مع المنطقة ديال الشرق. في النهاية ديال هذا الموضوع اللي هو خصنا نفكروا فيه اكثر، والديمقراطيه تقدر توحدنا في المغرب كامل والمغرب مع الدول شمال افريقيا، ونقدروا نخلقوا واحد قوه زعما اقليميه كبيره كيف داروا الدول ديال اوروبا. اذا شفتوا بان دول اوروبا هما 27 كانوا 28 ولكن عندهم اللغات ما عرفتش شحال، عندهم الديانات ما عرفتش شحال، عندهم لي سيستم بوليتيك كل واحد شي ملكيه شي جمهوريه شي فيه شي، ولكن وصلوا بالديمقراطيه خلقوا واحد تجمع كبير اقتصادي اللي حنايا في شمال افريقيا كلشي بغينا نهاجروا عندهم. والحاجه اللي كتحرك بان كاع الناس كيفكروا في الهجره يحرق الضفه الاخرى هي ما كاينش ديمقراطيه في الدول ديالنا. هذوك 7 دراري اللي في الاخر اللي مشاو من الجزائر العاصمه الى ايبيسا في جزر مايوركا في الاسبان، على الاساس ما لقاوش شي تنفس ديمقراطي في البلاد ديالهم اللي يبقاو فيه يكملوا الدراسه ديالهم ويساهموا حتى هما في التنميه ديالهم ويدافعوا عليه باش يكون علاش لا بحال اوروبا. دابا الاخوان بهذاك الشيء كنقول لكم بان في الحركه الامازيغيه خصنا نرجعوا ندافعوا على هذه المبادئ ديال الديمقراطيه، وديما كنا كنقولوها لا ديمقراطيه بدون الامازيغيه، سافيدير ولا ديمقراطيه بدون الامازيغ. كاع هذوك اللي جاو عندنا جاو بالفكر يستعمروا الفكر اوتوريتير الفكر ديكتاتوري، وحنا خصنا نرجعوا القيم ديالنا ديال المساواة بين الرجل والمراه، المساواة بين اللغات، وعلاش لا ندافعوا على المساواة بين اللغه العربيه واللغه الامازيغيه، والمساواة مع الجهات ماشي شي واحد جهه تبقى تطير وواحد جهه تبقى في القرون الوسطى. وهنا بغيت نقول لكم بان اي مازيغ راه في الوقت كتدافع باش يطبقوا القانون التنظيمي اللغه الامازيغيه، راه كتساهم باش توقع الديمقراطيه في البلاد ديالنا، وإذا وقعت في البلاد ديالنا تقدر تعطي بها النموذج دول اخرين بحال الجزائر ليبيا وديال من ديال الساحل اللي هو المالي بوركينا فاسو. وحنايا خصنا نتسلحوا بحوايج لا ديكلاراسيون اونيفرسيل دي دروا دو لوم اللي كنت وريتكم، من لا ديكلاراسيون دي دروا دي بوبل اوتوكتون، وحتى من الدستور ديال المغربي اللي هو مترجم الامازيغيه اللي كيقول بان اللغه الامازيغيه لغه رسميه بحال اللغه العربيه. وهنا راه قضيه ديال المساواه، وما اذا قدرنا اذا دخلت لكم في التفصيل وقلتها واحد المره راه لا بوزيسيون ديال اللغه الامازيغيه هي احسن من اللغه العربيه في الحقيقه اذا درنا لها شي قراءه جديده للدستور. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه بان بزاف الناس، وهذا هو بديت به الفكره ديال النقاش اللي وقع ليا مع امغار حماء محمود الممثل ديالنا في الطوارئ،
قال لنا خصنا نرجعوا نجبدوا النقاشات على الديمقراطيه وعلى هذا الاتحاد الدول الشمال الافريقيه. وهذا الاتحاد الدول الشمال الافريقيه فشلت لحق بنات على واحد الهويه اللي ماشي ديالنا، اتحاد المغرب العربي. شمال افريقيا عمر ما كان ديال العرب وما غاديش يكون عربي. هي هنا المزيغن والناس ديال الحركه الامازيغيه خصو يديروا مجهودات باش يراسلوا في جميع المدن اللي كاينين. حنايا كنا درنا واحد المبادره غادي نرجعوا عاود نديروها بحال غادي نصيفطوا كتجمع رساله من جديد نقولوا الرئيسه ديال بلديه الرباط اللي هي امازيغيه باش تحذف هذا الاسم اللي هو عنصري الشارع المغرب العربي. وعاود باش نفكروكم راه القضيه الامازيغيه شي مرات كتمشى بالقضاء، وهنا كنرجعوا. وهاد الايامات غادي نخوضوا نديروا اللقاءات مع الفرق البرلمانيين جايين الانتخابات، يمكن غادي يستقبلونا كاملين في هذه الساعه وغادي نجبدوا لهم هذيك الدعوه اللي كنت درت مع ضد الوكاله المغرب العربي باش يبدلوا الاسم لحق ما كيتناسبش مع الدستور ديال المغرب. كيقول المغرب الكبير ماشي المغرب العربي اللي درت 2018. والحكم خرج لي بان التسميه درتو البرلمان هو البرلمان اللي خص ياخذ زعما لا ديسيزيون باش يبدل هذاك الاسم ديال هذيك الوكاله. وهذيك الوكاله شحال ما بقات كتسمى راسها وكاله المغرب العربي غير كتكتب على راسها وكتكتب علينا كاملين، لحق هي وكاله ديال اخبار مغربيه ديال المغرب واللي عنده العلاقات مع الدول الاخرى مع المغرب. ما كتعطيناش الاخبار واش كيوقع حقا في الجزائر لا في تونس لا في ليبيا ولا في موريتانيا باش نسميوها وكاله المغرب العربي. وهذا الشيء خص يتوقفوا. وهنا كنحيي هذه المبادره اللي داروا بعض المحاميين والجمعيات الامازيغيه اللي دعاوا الوزير التربيه الوطنيه على هاد العراقيل اللي كيديروا في التعليم ديال تدريس اللغه الامازيغيه خصنا نستمروا عليهم. وباش تعرفوا بان حنايا كالتجمع العالمي الامازيغي درنا نقاشات بديناهم في بروكسل في 2011 وفي 2013 في الجامع العام ديال تيزنيت خرجنا هذا الميثاق ديال تماسغه. وهذا الميثاق في الحقيقه يخص اللي كيحس براسو وإلا بصح مناضل امازيغي فوق كنقول امازيغي اللي عنده لا فيغتي اللي كيفتخر من التاريخ ديال شمال افريقيا من هذه الارض ديال تمزغه يقراه وجسدنا فيه جميع الافكار ديال الديمقراطيه وديال المساواه ديال الحقوق وجدناهم. زعما ديما كنرجعوا لا ديكلاراسيون يونيفرسيل دي دروا دو لوم الى ديكلاراسيون عاود دي ناسيونز يوني دي دروا دي بوبل اوتوكتون. وهذا ميثاق دو تمازغه غادي تجبروه غير ديروه في الانترنت يبان لكم، وراه ترجمناه الانجليزيه الاسبانيه بيان سور بان كاين بالامازيغيه وباللغه العربيه. في الاخير يا سميتنا سامحوني كنت طويل في هذه المحاضره، ولكن حنايا مازيغا ما خصناش ننساو اليوم العالمي ديال الديمقراطيه. لحق الديمقراطيه هي اللي غادي تجمعنا كاملين، هي اللي غادي كيفاش نقولوا كأداة راه هي الحلم ديال الانسانيه كاملين. وفي هذا الوقت فين كثروا النازيه ولا الاحزاب ديال الاكستريم دروات، خص الديمقراطيين ولا
نقولوا الاسلام السياسي، ولا حتى عندنا في المغرب اليسار ولا اليسار الراديكالي اللي كيتبنوا ديكتاتوريات وكيمشيو ميم مع حركات ارهابيه. خصنا حنايا الناس امازيغ اللي كيحسب راسو ولد ديال هاد البلاد ديال هاد شمال افريقيا يدافع على الديمقراطيه باش تكون في الدول ديالهم، وهذيك الديمقراطيه تجمعنا مع الدول ديال التمازغه. ثلثار في مازيغ، ثلثار في مازيغ، ثلثار في تمازغه.